بيبدا فيلمنا واحنا بنشوف اتنين اللي كانوا خاطفين طفل اسمه براد في الفندق معاهم، واسمهم بيكون تروي ولورين. وبنعرف ان لورين يبقى ضابط شرطه اللي كان بيساعد صاحبه تروي في انه يخبي الطفل، وكانوا بيستعدوا ان هم يسيبوا الفندق ويمشوا، بس بيشوفوا صورهم في الاخبار، وبنعرف ان لو حد شافهم هيبلغ الشرطه عنهم، ودي هتكون مشكله وقتها. وبعدها بيخرجوا من الفندق عشان يمشوا لان ما كانوش يقدروا يفضلوا قاعدين في المكان. بس في الوقت اللي هم بره عشان يركبوا العربيه بتشوفهم الموظفه بتاعه الاستقبال اللي شافت صورهم على الاخبار، وده خلاها تبلغ عنهم، اللي ادت الشرطه رقم العربيه بتاعتهم. بس وهم في الطريق بيسمع لورين وتروي رقم عربيتهم بيتذاع في الراديو، اللي خلى لورين يحس بالقلق، فبيروحوا اتجاه تاني عشان الشرطه بتدور عليه. وفي نفس الوقت بنشوف واحد اسمه كلايد في المكتب بتاعه، اللي بنعرف انه شغال في منظمه خيريه، واللي بنعرف ان اسمها اوين. وبنعرف ان كلايد يبقى والد ديمتري بالتبني، وان هو الشخص اللي قدم بلاغ ان ابنه اتخطف. بس لما بيشوف كلايد الاخبار بيقلق على ديمتري اكتر، اللي كان عايز يوصل لديمتري قبل الشرطه ما توصل، اللي خلاه يواجه حد من الموظفين بتوعه انه يلاقي ديمتري في 3 ايام بس، عشان يدخل كلايد اوضه الاجتماعات اللي بيلاقي ناس كتير جوه، اللي كانوا قاعدين عشان يسمعوا الخطاب بتاع كلايد. واللي بنعرف ان هي في الاساس منظمه دينيه، بس بيوصل عملاء من الحكومه اللي اقتحموا المكان وبيعتقلوا كلايد والموظفين. وبنعرف ان هم اعتقلوا كل اعضاء المنظمه، اللي اخدوهم في العربيات عشان ياخدوهم على مكان تاني اكبر لان كان عددهم كبير جدا. وبنروح عشان نشوف تروي ولورين وهم في طريقهم، اللي اتفاجئوا بعربيه في نص الطريق، بس لورين قدر يفاديها. بس بتيجي عربيه تانيه من اتجاه تاني اللي خبطت فيهم من غير ما يلحقوا ياخدوا اي رد فعل. وبيخرج لورين من العربيه وهو بيجري عشان يطمن على اللي كان في العربيه التانيه، بس بيلاقي واحده متصابه، وده خلاه يتصل بالشرطه ويبلغهم. بس لسوء الحظ كان في عربيه شرطه معديه بالصدفه جنبهم، اللي وقفت عشان يخرج منها ظابط ويطمن عليه. ولورين بيقول للظابط انه يتصل بالاسعاف، بس قبل ما يتصل الظابط بعربيه الاسعاف بيفهم الظابط ان لورين واحد من اللي خطفوا الطفل واللي صورتهم في الاخبار. بس لورين بيضربه بالنار في كتفه، اللي كان عارف ان الطلقه مش هتموته، مجرد هتشيل حركته بس، وفهم انه مش هيموت من ده. وبيبلغ الشرطه بعدها ان في ظابط متصاب في الطريق، بخلاف انه قال لهم ان في واحده تانية متصابه في الطريق، وقال لهم على الاحداثيات بتاعه المكان. وبيرجع بعدها لعربيته وبيكملوا في طريقهم. وفي نفس الوقت بنشوف عملاء من الاف بي اي وهم بيكتبوا ورق لاعضاء المنظمه، وبنفهم ان هم واخدينهم عشان يستجوبوهم بخصوص ديمتري. وبنروح عشان نشوف كريس وهو بيحقق مع كلايد اللي كان بيساله عن النشاطات بتاعه المنظمه، بس كلايد بيقول له ان هم منظمه خيريه، وان كل اللي بيعملوه ان هم يربوا مواشي ويوزعوا على الناس الفقير، وان اي حاجه بيعملوها مش بيحققوا منها اي مكسب ربحي. عشان نشوف واحد من الاف بي اي اسمه برايد اللي بيدخل عشان يحقق معاه، اللي ساله عن ارقام ورموز اللي كانت بتتقال في الخطابات بتاعته، عشان يرجع ويقول ان دي رموز دينيه من الطائفه اللي هم بيتبعوها، اللي رجع وقال ان دي احداثيات ورموز لاسرار عسكريه رفيعه. وبنعرف ان هم اتهموه بانه جاسوس وبيطلع اسرار الدوله بره، عشان يرجع ويقول له انه بيبعت الاسرار دي لدول معاديه. بس كلايد بيحس ان الموضوع كبير وانه خطر، اللي رجع قال انه ديمتري بيقول له الرموز دي لما بيحس بالخوف، اللي رجع قال له ان ديمتري عنده قوه خارقه، اللي قال له انه بيقدر يتكلم كل لغات العالم حتى لو لغه ميته، بخلاف انه بيتكلم لغات عمرهم ما يعرفوا حاجه عنها، اللي قال له ان المؤسسه بتعتبر ديمتري المنقذ بتاعهم وبيتبعوه في كل حاجه. بس في الوقت ده بيحس بولس ان كلامه مش منطقي، اللي كان لسه شاكك في كلايد، اللي رجع قال انه بيبعت الاسرار العسكريه لدول تانية، وان المنظمه بتاعته كلها عباره عن جواسيس. بس بيقول له ان ديمتري يبقى ابنه بالتبني وانه مش ابنه الحقيقي. وفي اللحظه دي كان فاكر ان هم هيقدروا يقبضوا على تروي بسهوله وهياخدوا ديمتري، عشان يرجع ويقول له انه مش طفل عادي، وان هم مش هيقدروا ياخدوه بالقوه. بس عشان نروح ونشوف تروي ولورين اللي بيوصلوا لبيت واحد اسمه إيلاجا اللي كان موظف في الطائفه بتاعت كلايد، واللي بنعرف انه كان عارف ديمتري كويس وعارف ان عنده قوه خارقه، وبيعرض عليهم انه يساعدهم، وده خلاه يرحب بيهم في البيت. وبيقفل كل الشبابيك بتاعت البيت بالورق، لان بنعرف ان الشمس بتاثر على ديمتري اللي كانت بتستنزفه وبتخليه ما يقدرش يتحرك. بس في الوقت اللي ديمتري بينام فيه بنشوف إيلاجا وتروي قاعدين، اللي كانوا بيراجعوا خريطه لمكان تاني، اللي إيلاجا قال له ان في حاجه هتحصل هناك وهو محتاج يروح هناك. وبنعرف ان تروي ولورين بيثقوا في كلام إيلاجا، وكل اعضاء المؤسسه كانوا بيثقوا في كلام إيلاجا. بس وهم بيتفرجوا على الاخبار بيلاقوا صورهم اللي كانت منتشره في البلد كلها، وبنعرف ان هي مش في الولايه بتاعتهم بس. وفي نفس اللحظه بيحسوا بزلزال في البيت، اللي طلعوا لقوا إيلاجا قاعد مع ديمتري وبيسحب منه قوته. وبنعرف ان إيلاجا بينتمي للعالم بتاع ديمتري، بس تروي بيضرب إيلاجا وبيغمى عليه، اللي حضن بعدها ديمتري عشان يهديه لانه ما كانش عايز قوته تخرج عن السيطره. وبنشوف الورق اللي على الشبابيك وهو بيقع، اللي خلى الشمس تدخل وبدات تستنزف، عشان بعدها بحبه يبدا برايد يحقق مع الموظفين بتوع المزرعه اللي سالهم عن ديمتري، عشان واحد يقول له ان ديمتري عنده قوه خارقه وبيقدر يكسر او حتى يحرك الحاجات من غير ما يلمسها، عشان يرجع ويقول له انه كمان بيقدر يعطل العربيات، وانه كل ما بيكبر قوته بتزيد بشكل اكتر. وبنعرف ان المنظمه كلها كانت بتتبع ديمتري، وكانوا بيهتموا بيه جدا وبيلبوا له كل طلباته، اللي كانوا بيسيبوه ينام طول النهار وكان بيصحى بالليل، وده بسبب ان الشمس كانت بتستنزف. بس موظف تاني بيقول لبرايد ان ديمتري بيطلع نور من عينيه، اللي قال له انه بيشوف حاجات المفروض ما يشوفهاش، بخلاف انه بيقدر يتكلم مع الموتى، وان دلوقتي العملاء بتوع الاف بي اي يعرفوا كل حاجه عن ديمتري. وفي نفس الوقت بياخد رول العربيه وبيروح عشان يكملوا هروب، اللي خبوا العربيه عشان ما حدش يقدر يلاقيها، لان الشرطه لو لقيتها دي وقتها تكون
مشكله لان هيقدروا يتعقبوه. بس في الطريق بيتفاجئوا لما بيلاقوا ان ديمتري عارف كل اللي بيتقال على الراديو قبل ما يتذاع بخلاف اي لغه كان بيسمعها، وانه كان بيعرف الاخبار حتى قبل ما تتقال. وبيدخلوا محطه بنزين بعدها في الوقت اللي لورين بيدخل سوبر ماركت فيه عشان يشتري اكل وعصاير لانهم كانوا جعانين. وفي نفس الوقت بيطلب تروي من ديمتري انه ما يخرجش من العربيه، وبيروح بيتصل بمراته ساندي اللي قال لها ان هم في الطريق وجايين. بس ديمتري بيخرج من العربيه وبيلبس نظارات شمس عشان الشمس ما توصلش لعينيه لان بنعرف انه ما كانش بيتحملها. وبنشوف واحده اللي كانت فاكره انه تايه، بس تروي بيجي ويقول لها انه يبقى باباه اللي مشيت، وديمتري بتاسف لتروي. بس فجاه بينفجر قمر صناعي اللي كان في السماء عشان لورين يسوق بسرعه ويهربوا من المكان فورا. وبعدها على طول بيوصلوا ساندي اللي كانت فرحانه ان هي شافت ابنها اللي ما شافتهوش بقالها فتره طويله، بس بتاخد بالها انه بينزف من مناخيره بعدها. وبيقترح تروي ان هم يودوه للمستشفى، بس لورين قال له ان هم لازم يروحوا للمكان اللي إيلاجا قال لهم عليه، وان من خطر جدا ان هم ياخدوا ديمتري للمستشفى لان ممكن يلاقوا الشرطه هناك. وفي نفس اللحظه بنشوف اللي مع كلايد وهم رايحين باسلحه لبيت والده ساندي عشان كانوا عايزين يعرفوا منها عنوان ساندي لان هم توقعوا ان ممكن يكونوا راحوا هناك. وفي نفس الوقت كريس وبرايد في محطه البنزين اللي راحوا عشان يشوفوا الحادثه بتاعه القمر الصناعي اللي فهموا ان ديمتري هو اللي وقع القمر الصناعي بقوته وانه كده بيشكل تهديد كبير ليهم. وافتكروا وقتها ان ديمتري يبقى تجربه مع عمليه لدوله تانية، فبيتابعوا ديمتري بطياره بدون طيار اللي كانت بتقدر تتبع الطاقه واللي بيخرج منه، واستنتجوا ان ديمتري بيشكل تهديد للامن القومي، وافترضوا انه ممكن يكون سلاح عشان نشوف تروي وساندي وهم قلقانين جدا بسبب الاخبار بتاعه القمر الصناعي اللي وقع. وبيفهموا ان ديمتري هو اللي وقعه عشان يسيبوا العربيه اللي كانت معاهم قدام بيت ساندي، وبياخدوا عربيه تانية عشان يهربوا بيها لان خافوا الشرطه تتعرف على نمر العربيه. بس وهم في الطريق ديمتري بيقول لهم ان الشرطه هتفضل تطارده ولازم يوصلوا المكان اللي إيلاجا قال لهم عليه وان دي فرصته الوحيده. وفي نفس الوقت العملاء بيروحوا على بيت ساندي بس مش بيلاقوها هناك ولا بيلاقوا اي حاجه. وفي نفس الوقت بتيجي لديمتري نوبه ما كانوش فاهمين سببها اللي خلى لورين يرجع ويقول ان هم لازم ياخدوه للمستشفى عشان تروي يقول له لا ويتخانقوا هم الاثنين مع بعض. وبعدها بيفوق ديمتري من الحاله اللي جات له اللي قال لهم ان هم لازم يمشوا ويسيبوه لانه لو بص في السماء الشرطه هتعرف مكانه بسبب الاقمار الصناعيه لان جسمه كان بيخرج اشعاعات. وفي نفس الوقت بيطلب ديمتري من لورين ان هو ياخد ساندي بالعربيه لاي فندق ويستخبوا هناك عشان يكمل هو وتروي الطريق على رجليهم اللي دخلوا غابه عشان يوصلوا اسرع. وبيفضلوا ماشيين في الغابه لحد ما بيوصلوا المكان اللي استخبوا فيه لحد تاني يوم عشان ما حدش يوصل لهم، عشان ديمتري بعدها يقول له انه عايز يقف في الشمس اول ما تطلع. وتروي بيستغرب وبيقول له ازاي هتعمل ده وانه هيبقى خطر عليه عشان يرجع يقول له انه عايز يعمل كده اللي ما سابش حل لتروي غير انه يوافق على طلبه. وفي نفس الوقت بنشوف برايد وهو بيراجع الرموز بتاعه ديمتري اللي اتاكد ان هي ملهاش اي علاقه بالاسرار العسكريه، وفهم وقتها الارقام دي الاحداثيات المستقبليه للاماكن اللي ديمتري هيكون فيها عشان يستنتج برايد المكان اللي هيبقى موجود فيه ديمتري دلوقتي. وتاني يوم بنشوف ديمتري وتروي جوه الكهف لحد ما الشمس بتطلع، وبنشوف ديمتري وهو بيتعرض للشمس لاول مره في حياته اللي استنزفته واخدت طاقه منه، بس بخلاف كل ده بيقدر يفتح عينه من غير نظارات الشمس. عشان بعدها نشوف تروي وديمتري وهم بيروحوا لساندي في الفندق اللي كانوا قاعدين فيه، اللي اتفاجئ لورين انه شايف تروي ماشي في النهار تحت الشمس بخلاف انه ما كانش لابس نظارات الشمس. وبدا يتكلم ديمتري معاهم اللي قال لهم انه من عالم تاني ومكان تاني غير اللي عايشين فيه، وان العالم بتاعه مختلف عن عالمهم، عشان يقول لهم بعدها انه لازم يرجع للعالم بتاعه لان في ناس زيه هناك وعندهم قوه خارقه زيه. بس في الوقت اللي تروي ولورين هيخرجوا لبره عشان يكملوا رحلتهم بيلاقوا الاف بي اي على الباب اللي ضربوا نار عليهم عشان يقتلوهم، وقدروا يسيبوا تروي ولورين اللي كتفوهم عشان ما يقدروش يتحركوا، واخدوا تروي ومشيوا. وبعدها بحبه بنشوف ساندي وهي مع لورين وتروي وبيروحوا عشان يركبوا العربيه، وبيمشوا وراهم اللي لقوا الطريق زحمه جدا ولقوا ان في كمين من الجيش هو اللي معطل الطريق، وبيحاول تروي ياخد الطريق عشان يوصل له بس الجيش بيمنعه وبيقول له انه يرجع من مكان ما جه. وبعدها بيلاحظوا ان العربيه بتاعت دوك فاضيه اللي فهموا ان الجيش هو اللي اخد ديمتري، وده خلى تروي يحس انه مش هيشوف ديمتري تاني. وبنروح عشان نشوف ديمتري وهو في اوضه التحقيق اللي بنشوف ديمتري هناك مع برايد وظباط الجيش وعملاء من مستوى رفيع موجودين اللي كلهم كانوا عايزين يحققوا معاه لان افتكروا ان ديمتري يبقى سلاح من دوله تانية. بس ديمتري بيطلب منه ان هم يخرجوا كلهم من المكان اللي قال لهم انه كان عايز يتكلم مع برايد لوحده، اللي خلى برايد يتفاجئ من كلامه. وبيخرجوا كلهم فعلا وبيقعد مع ديمتري اللي شاف عينه منوره، بس بعدها بيقطعوا ديمتري وبيقول له ان هو من عالم تاني ولازم يخرج من المكان ده في 11 مارس عشان يقدر يروح العالم بتاعه، اللي قال له ان في ناس هناك هتيجي وهتاخده في التاريخ ده. وبرايد اتعاطف مع ديمتري وقرر يساعده. وفي نفس الوقت بيعرف ديمتري ان تروي وساندي في الشارع لانه كان بيقدر يعرف ويحس بكل حاجه هتحصل، وفاهم ان هم جنب تليفون عمومي عشان يتصل برايد بتروي على التليفون ده اللي قال له انه هيقابله في المكان اللي اتفقوا عليه، وفهمه ان هو هيقابله عشان يديله تروي، وده خلاهم يفرحوا ومشيوا عشان يروحوا للمكان اللي اتفقوا عليه عشان ياخدوا ديمتري، وفرحوا ان هم لقوه تاني. بس برايد بيطلب منهم ان هم يضربوه على وشه عشان يبان ان تروي ضربه واخد منه ديمتري بالعافيه. وبعدها بيمشوا بس بيلاقوا كمين جيش اللي قدروا يهربوا منه لان ديمتري كان بيقول لهم يعملوا ايه، وبيوصلوا هناك في المكان اللي ديمتري قال لهم عليه. عشان بعدها على طول بيخرج ديمتري من العربيه وبيروح للمكان اللي كان بيقول لهم عليه، اللي فجاه بيحصل زلزال والارض بتتهز وبيظهر مباني غريبه من العدم اللي ما كانتش موجوده، اللي شافوها واتصدموا من اللي شايفينه عشان يلاقوا نور غريب بيظهر حوالين ديمتري. وبعدها بيلاقوا كل حاجه اختفت قدامهم
قدامهم ومن ضمنهم ديمتري، وبيرجع ديمتري للعالم بتاعه، بس بعدها بيقبض الجيش على تروي، وتروي كان فرحان وقتها لانه قدر يرجع ديمتري للعالم بتاعه بس. وبيخلص الفيلم على كده. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان تشوف كل جديد.